السلام عليكم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا احنا امبارح باركنا لنادي الزمالك وقلنا ان هو اللي يستحق الدوري، ومن قبل الماتشات قلنا ان الزمالك يستحق الدوري. فالف مبروك لنادي الزمالك، الف مبروك لجمهور نادي الزمالك، الف مبروك للجهاز الفني لنادي الزمالك. لكن طبعا مش مبروك لمجلس اداره نادي الزمالك. وكاهلاوي بقول للزمالك الف الف مليون مبروك. طيب، عايز اتكلم بس على لقطه سريعه كده لمحمود وفا امبارح وهو بيحكم ماتش غانا ونيجيريا في كاس افريقيا للشباب. حسب ضربه جزاء زي اللي ما حسبهاش للاهلي في ماتش سيراميكا، والفار استدعاه وشاف الكوره هي تيبيكال وحسبها. فده بيبين ان ده حكم فاسد، حكم غير امين على مهنته. ما علينا، الاهلي لا يستحق الدوري، الاهلي ما عملش حاجه تديله الدوري، الاهلي ما سعاش بجد واجتهاد ان هو ياخد الدوري. لعيبه النادي الاهلي اثرت في ماتشات كتير، عيطوا امبارح، كان لازم تعيطوا بدل الدموع دم. انتوا اللي وصلتوا نفسكم للوضع ده. طيب، احنا عايزين بقى نتكلم عن الموسم الجديد، وكل اللي ما تمناه، كل اللي بتمناه من القائمين على الكرة في مصر او على الرياضة في مصر، محاربة الفساد. محاربة الفساد. هتقول في فساد؟ في فساد. يكفي بس ان انا اقول لك ان نادي واحد من اللي بيرعاه اتحاد الكورة او تحت مظلة اتحاد الكورة، وهو نادي الاهلي جايب عوائد له نادي لوحده اكتر من 4 مليار جنيه في ال4 سنين. يعني ايه؟ يعني رعاية النادي الاهلي لوحده سبحان الله، من غير اي حاجة، جايب اكتر من مليار جنيه في السنة. فين بقى رعاية اتحاد الكورة؟ فين رعاية اتحاد الكورة؟ يعني ايه تعمل رعاية بكلام فاضي؟ تدي في الاخر لبطل الدوري 1 مليون جنيه، حتى مش $1,000,000، 1 مليون جنيه. طب الفرق اللي بتصعد اللي حارتها قرب، اللي كانت بتلعب في منافسة على قدها تحت، لما تصعد مش المفروض بتاخد مكافأة صعود؟ تاخد مثلا 2 مليار جنيه، 2 مليون جنيه دولار، 3 مليون دولار.